صباح الخير. سريعا كده قبل ما نشوف قرار مجلس إدارة النادي هي هيتفقوا عليه أو إيه اللي هيطلع. امبارح في المساحة أنا اتكلمت وقلت إنه لو الموضوع أنت شايف إن هو يعني بالفجر ده ويعني بالفساد الواضح عين عينك ده، فأنت لازم تهدد بالانسحاب الكامل من أي بطولة محلية. ده قلت أنا ده في المساحة عندي امبارح، يعني الناس اللي موجودة تشهد. حتى اتكلمت برضو وقلت ان مفيش حاجة بتحصل صدفة. مفيش حاجة بتحصل صدفة. لما يطلع يقول لك مصدر في نادي الزمالك قال لك كنا عارفين ان احنا هنلعب الاهلي. هو عارف منين؟ القرعة ما كانتش جاهزة، ما اتعملتش وقت السحور والكلام ده. لا، القرعة دي كانت متظبطة ومستنين بس زي ما قلت قبل كده الماتش يخلص عشان على طول ننزل نعلن. فكرة إن الرابطة تبعت خطاب يوم 9 مارس اللي هو من يومين، قبل الماتش بيومين، فهتقول لهم أصل إحنا عندنا استعداد نجيب حكام أجانب. هو أنت في يومين هتجيب حكام إمتى؟ فاتحاد الكورة يرد يقول لك لا أصل أنا الوقت ضيق فلسه مش هعرف أخطر، مش عارف مين يجيب مين. مفيش. آه، فهو أحمد دياب بيلبس اتحاد الكورة أو تحديدا أحمد مجاهد، وأحمد مجاهد بيلبس أحمد دياب. ده بينهم هما الاتنين. لكن الملطوط في النص مين؟ الأهلي. طبعا كابتن ميزو قعد 3 ساعات في المؤتمر بتاعه يتكلم عن التحكيم والظلم، وهو أول واحد ما جابش سيرة حكام أجانب في الماتش بتاعه، لأنه أكيد متربط معاه وعارف وفاهم إنه الدنيا طرمخون في السلمون ومحدش هيجيب سيرة. ف المنظومة كلها تدار ضدك. كل الأطراف بتحاول توقعك. سيبك بقى من أي هاتش ومن أي بيانات ومن أي كلام يطلع من أي اتجاه. واضحة وصريحة للكل. النهاردة قبل بكرة الموسم ده متظبط إن بيراميدز هو اللي ياخد الدوري. هتقول لي طب هل إدارة النادي عندنا في الأهلي مش عارفة الكلام ده؟ أنا بقول لك بنسبة 70-80% عارفين. طيب ليه ما اتكلمناش؟ هقول لك ليه. لان للاسف بكل بساطه وبكل وضوح السياسه دخلت في الكوره في مصر وبقالها فتره. فمين اللي بيحرك مين انت ما تعرفش. لكن انا عندي وجهة نظر انا حر فيها ما بفرضهاش على حد. انت لو عارف ان في مؤامره تدار وفي اتفاق مسبق ان بيراميدز هو اللي ياخد الدوري وعندك ما يثبت ذلك، لا، انت بيشجعك اكتر من 70 او 80 مليون مصري. انت تطلع تقول يا جماعة في 1 2 3 بيحصل، واحنا كمجلس إدارة بنستقيل وملناش اي علاقة بالنادي، لان احنا لن نقبل بظلم او افتراء او فساد بيتم على النادي الاهلي نفسه. انت حرفيا ممكن، يعني فعلا انا مش بحرض على حاجة وما بتكلمش في حاجة عشان محدش يجي يقول لي انت بتحرض واخش في قصة كده مش بتاعتي. لا، بس انت متخيل كمية الناس اللي بتشجع النادي ده؟ الناس دي ممكن فعلا يعني تنزل تعمل مظاهرات لو حصل الكلام ده، ما بهزرش. فانا شايف ان انت بكل بساطة انت المفروض، والله العظيم ما بهزر، لو هيتطرق الامر ان انت تطلب تدخل رئيس الجمهورية نفسه، روح لرئيس الجمهورية. لان واضح ان حتى سيادة الوزير الزملكاوي، يعني واضح ان هو انا بقول لك هو عارف وفاهم وداري وكل حاجة على ايديه وساكت وما بيتكلمش سواء فوق او تحت. فلو هي القصة كده يبقى انت اطلع اعلن انسحابك التام واطلع في مؤتمر صحفي قول يا جماعة في 1 2 3 شكرا، احنا بنستقيل من ادارة مجلس النادي. هتقول لي مش طبعنا، مش سياق، مش شكلنا، مش اسلوبنا. لا، لما توصل للفجر ده ان في بطولة معينة بتتوجه بشكل خاص لشخص او لنادي معين لمجرد انه صاحب النادي طرف تاني او منظومة تانية او ليهم علاقات مع معرفش مين، فلا انت كده مينفعش تسكت.
لو هيتطلب الامر تدخل رئيس الجمهورية نفسه انت لازم توصل ليه. ده وجهة نظري. لكن طبعا انسحاب من المباراة نفسها لا، يبقى انت كده اديت الدوري للاسيوطي بكل بساطة، لان انت كده انسحابك من المباراة هيتخصم منك 3 نقط ونتيجة المباراة 3 نقط للاسيوطي، فانت كده راح عليك 6 نقط، ركبت الزمالك تاني مكانك وانت، فلا مفيش منه الكلام ده. هنشوف نتيجة المؤتمر، او مجلس انعقاد مجلس الإدارة دلوقتي، ايه النتيجة اللي هتطلع وايه القرار اللي هيتقال، ونبقى نتكلم في القصة دي ان شاء الله. شكرا.